أعزائي المتابعين، أهلا بيكم. لما تبقى كل يوم بتسعى ويبقى بقالك أسابيع بتقاوح وتعافر، لما ربنا يمنحك القدرة تفضل واقف على رجلك ورافع راسك مبتسم وبتتقدم في ثبات بالرغم من تقل الحمول وزيادتها. لما ينعم عليك المولى بناس تحبك وتدعي لك وتلجأ لك، تتوسم فيك خير وتطلب منك مشورة ومساعدة، عشان قوتك بتقويهم وثباتك بيخليهم يثقوا فيك. لما بتسند غيرك وانت في أهون أحوالك، لما بتقبل الخسارة والفاجعة والفقد والوجع والغيرة والغدر والهوان، وتفضل تشكر ربنا على منعه وتشوفه عطاء. لما يرزقك ويفتحها عليك وتشهد يسر بعد طول عسر، صوتك للحق وأصحابه حتى لو خسرت منصب أو مكسب. لما أخلاقك تهذب أحلامك وإيمانك يزيح خوفك، لما تعرف إن كل نفس ورمشة وفكرة نعم كبيرة قوي، وتفهم إن جسمك وعقلك وقلبك هما المعجزة. لما يرق قلبك وتتواضع لكل شيء سخره ليك الخالق البارئ، لما تخزي العين وتجزم الغيظ وتعفو عن المقدرة في عز ألمك وحزنك واحتياجك، لما تعرف إنك إنسان بني آدم الذي أمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد له تكريما، مجرد نفس ممكن يحييك ويقدر يخنقك. أنت يا من خلقت لتعبد، لا تنسى أن نفسك أمارة ولوامة، ويا من خلقت الأرض لتعمرها قد يقتلك الحزن. لو صحيت في يوم مش قادر، مش فاهم، مش حاسس، مش شايف، مش مهتم، مش عايز تقوم، قول الحمد لله واسمع الكلام. لا تشيل ولا تعمل ولا تقول ولا تجمد. اوعى تزق او تشد، اوعى تسرح او تتوه في بحر ليه او ازاي. اوعى تحاول تمثل انك تمام وتبان قوي وتعيش الدور وتخون نفسك وترفض امر الله وتتكبر. ما تردش تقدير ربنا لسعيك، واقبل الهبة التي قد تأتيك في مرض. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اللي خلق الدنيا عشانك مش ناسيك، اللي أتاك القوة مش هيضعفك، اللي سترك مش هيكسرك. زي ما خلقك قادر وعالم امتى وازاي هترجع له. بلاش تسعى لموت نفسك، بلاش تنكر إحساسك، بلاش تخزي العين عن روحك، بلاش تبطل تسمع صوتك، بلاش تستحلى هوانك على نفسك، بلاش يغرك عقلك وتنسى إنك ما بتعملش حاجة، ويقل إيمانك وتسليمك بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. اهدى، نام، ارتاح، خد وقتك، ما تقومش، ما تنزلش، ما تقولش، ما تعملش، ما تسمعش. حملك ومسؤوليتك وشيلتك والأهم رزقك مش هيروحوا حتة، وسعيك لازم يبقى زي ما هو في طلب الرزق، يكون كمان سعي في الحفاظ على الرزق. بلاش سعيك في طلب النجاح والمال والتقدم يبقى على حساب سعيك في الحفاظ على نعمة ربنا ليك، في عافية نفسك وصحة جسدك وسلامة عقلك. بلاش حبك لغيرك وحنيتك عليهم يخليك تهجر نفسك وتقسى عليها. وافتكر ان المولى عز وجل الذي بيده مقدرات الكون عليم الغيب وعالم القلوب، يعطينا وقتما يشاء ويمنع عنا كيفما يشاء. اللي وهبك القوة والقدرة والطاقة عشان تكون
له الحكمة إنك تصحى في يوم تلاقي هبته ممنوعة عنك، علامة، رسالة، سبب، عشان تهدى وتروق وتشحن. قد يكون منعه عنك القوة للمثابرة، هو منحه لك الوقت للتعافي، أو تبقى جاهز وقادر تفهم وتعمل حاجة مختلفة. يمكن عايزك تقف عشان تبص في اتجاه جديد، أو حتى بينعم عليك بالوقت لأنك ببساطة محتاجه، حتى لو لسه مش عارف محتاجه ليه. أكيد هو الحي القيوم، لا شيء بنا أو علينا إلا وهو به عليه، وزي ما بيدينا عشان نعمل بياخد مننا عشان نعمل برضه، بس نعمل حاجة تانية ونفتكر إن مش إحنا اللي بنعمل. السعي ورا كل عمل قد يكون أكبر وأهم السعي في الثبات، وقد يصبح كل شيء من بعض من اللاشيء، وتشعر أنت في اليوم التالي بقدرة وقوة وطاقة أكبر، بالإضافة إلى ما أوتيت من حكمة وعلم لخوض مدارك أخرى. فقد تمنحك ساعات من السكون، ظهر من السكينة، ويعطيك يوم من الراحة، سنة من الابتكار، وتجعلك لحظة يأس تجد براح الدنيا في التسليم. من أكبر أسباب الاطمئنان والراحة النفسية هو التوكل على الله، فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى راحة حين تتيقن أنه أكبر منا ومن مشاكلنا وظروفنا مهما كان. الإنسان وحده مشتت قليل الحيلة، إلا أن إحساس الأمان بالله يهون على أي شيء وكل شيء. فكرة أن الله هو المنقذ الوحيد في ظلام هذا العالم هي الفكرة الأكثر اطمئنانا والأكثر أمانا. فكرة أن الله هو وكيل مشاكلك ومدبر أمورك، وإنه سيدبر لك كل خير. فاللهم إنا توكلنا عليك وفوضنا أمرنا إليك، فبشرنا بما نريد. من منا ليس فقيرا إلى الله وهو يولد محمولا ويذهب إلى قبره محمولا، وبين الميلاد والموت يموت كل يوم بالحياة مرات ومرات. أين الأباطرة والأكاسرة والقياصرة؟ هم وإمبراطورياتهم آثار وحفائر خرائب تحت الرمال. الظالم والمظلوم كلاهما رقدا معا، القاتل والقتيل لقيا معا نفس المصير. المنتصر والمهزوم كلاهما توسد التراب. انتهى الغرور، انتهت القوة، كانت كذبة، ذهب الغنى، لم يكن غنى، كان وهما. لا أحد قوي ولا أحد غني، إنما هي لحظات من القوة تعقبها لحظات من الضعف، يتداولها الناس على اختلاف طبقاتهم. لا أحد لم يعرف لحظة ذل ولحظة ضعف ولحظة الخوف ولحظة القلق. من لم يعرف ذل الفقر عرف ذل المرض، أو ذل الحب، أو تعاسة الوحدة، أو حزن الفقد، أو عار الفضيحة، أو هوان الفشل، أو خوف الهزيمة، بل خوف الموت ليحلق فوق رؤوسنا جميعا. كلنا فقراء إلى الله وكلنا نعرف هذا. اللهم اجعلنا من الذين تنظر إليهم فتجدهم راضين بعطائك. اللهم اعطنا الرضا كأننا نملك كل شيء، وارزقنا الفرح كأننا لم نحزن أبدا، واجعلنا من الباكين فرحا وليس حزنا يا الله. اللهم جبرا يحيي قلوبنا. اللهم لا ترفع عنا سترك ولا تنسيني ذكرك. اللهم ارحم في الدنيا غربتنا، وارحم في القبر وحشتنا، وارحم موقفنا غدا بين يديك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله. اللهم إننا استودعناك كل شيء تحبه قلوبنا، فاجبر قلوبا لا يعلم بها إلا أنت يا رب العالمين. سلام ومحبة ورحمة من الله عليكم جميعا.
ودمتم أعزائي.